أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. اليوم نتعرف على طريقة القطف لإنتاج الطماطم. طبعا إذا كنت تريد مثلا تزرع الطماطم في البيت وتريد الطماطم للأكل، الأفضل أن نقطف الطماطم بهذا الشكل. لاحظوا حمراء، لاحظوا هذه حمراء، هذا لقطف المنزلي يعني للأكل مباشرة. لاحظوا أيضا مثل هذه الطماطة، لاحظوا لونها أحمر ما شاء الله تبارك الله، وتعتبر جاهزة. هذا للأكل. أما إذا كان للبيع، الطماطم للبيع سوف نقوم بقطفها بهذا الشكل. لاحظوا تكون في هذا النضج، للأكل بهذا النضج حمراء، والبيع يعني في الأسواق ضروري جدا أن نقطفها بهذا الشكل حتى تتحمل، لأن الطماطم الحمراء في البيع لا تتحمل، يعني مع النقل والتحميل وهكذا نلاحظ أن الطماطم لا يتحمل، ولكن يجب أن نقطفها بهذا الشكل. لاحظوا وأيضا بهذا الشكل، هذا للبيع، هذه الطماطم للبيع. وأيضا نلاحظ هذه الطماطم الحمراء ما شاء الله تبارك الله للأكل مباشرة. يعني إذا كنت تزرع الطماطم في البيت فوق السطوح وللأكل، الأفضل أن نترك الطماطم، مثلا هذه الطماطم نتركها حتى تكون لونها مثل هذا اللون أحمر، وبعدها نقوم بقطفها والأكل مباشرة. أيضا لاحظ هذه، لاحظوا هذه الخضراء نتركها حتى تكون حمراء بهذا الشكل. وأيضا هذه لاحظوا هذه نتركها حتى تصبح حمراء بهذا الشكل. بعدها نقوم بقطف الطماطم. طبعا كما تلاحظون هذا نوع من أنواع الطماطم يسمى الموزة، يعني طويل، وهذا نوع آخر. طبعا يوجد الكثير من أنواع الطماطم، ولكن الموجود عندي هذا النوعين فقط، هذا نوع وهذا نوع. فقط في هذا الفيديو حبيت أن نتعرف على الوقت المناسب لقطف الطماطم للأكل وللبيع. طبعا أي أحد عنده شجرتين فوق السطوح يعني مستحيل أن يبيع، فقط للأكل نتركها. أنا عندي مثلا هذه 3 أشجار. الآن سوف أقوم بقطف هذه، وأيضا أقوم بقطف هذه الحمراء للأكل، وأترك الباقي حتى تكون حمراء مثل هذه، بعد أقوم بقطفها وأكلها. وأيضا هذا الخضراء نتركها حتى تصبح حمراء بهذا الشكل. المهم هذا هو الوقت المناسب لقطف الطماطم. لاحظوا حمراء ما شاء الله تبارك الله جاهزة. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.